يا صباح الفل والهنا والحلويات وكل حاجة حلوة. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. فيديو جديد النهاردة. طبعا لو اول مرة تشوف القناة بتاعتي ما تنسيش تدوسيلي لايك وتسيبيلي اشتراك من كلمة اشتراك اللي تحت الفيديو. ويلا بينا نبدأ الفيديو. الفيديو النهاردة هشارككم اليوم كامل بتاعي. هنحضر كده الغدا مع بعض، عندي عزومة وكده فهنحضر لها كده مع بعض. طبعا اهم حاجة في العزومات لازم تكوني مرتبة ومحضرة. من بالليل هتعملي ايه اكل، مش تقرري في الصبح. علشان تبقي مرتبة حاجتك كده كلها من بالليل، وخاصة لو انت معاكي اطفال، علشان ما تتعبيش وكده او الوقت يزنك عليكي وكده. عملت كده كوباية القهوة، هروح كده اشربها علشان افوق. بالظبط كان الوقت في الوقت ده كانت الساعة 10 الصبح. انا بدأت الاكل اللي كانت الساعة 10 بالظبط، على الساعة 2 كان خلص الاكل كله. بس عملت كده كوباية القهوة، وهنا كان عندي شوية كده من الطماطم. انا هعمل كل الكمية دول حوالي 3 كيلو كده من الطماطم. انا هضربهم كده كلهم بالهاند بلندر. بس الاول انا بحب اعمل بدي يعني بخلي الطماطم تدبل كده في شوية مية صغيرين على البوتاجاز قبل ما اضربهم بالهاند بلندر. ليه بعمل الحركة دي؟ علشان تساعدني ان الطماطم بتاعتي تتضرب كويس بالهاند بلندر، وما نحتاجش ان انا اصفيها وكده. وكمان بسهل على نفسي، يعني بضرب كل الكمية مرة واحدة بدل ما اطلع الخلاط وكده واضرب شفشق شفشق. فبصراحة الهاند بلندر ده اختراع بجد. بس قطعت كده الكمية بتاعتي زي ما قلت لكم، دول حوالي 3 كيلو. مش هحط فيهم ولا اي حاجة، لا زيت ولا سمنة ولا اي مواد دهنية، هي طماطم بس. وحوالي كده ربع كوباية كده من المية او نص كوباية، علشان بس يعني الطماطم اللي من تحت ما تتحرقش معايا في الحلة. وهغطيهم وهدي النار بالظبط ربع ساعة بالظبط، وهشيل الغطا وهيكونوا كده فل شمعة يعني منورة كده. هبتدي اضربهم كده على طول. بصوا كده بعد كده يعني بقطعهم، الحتة الكبيرة برضو بصغرها يعني. يعني بقطع طماطمية كده على مربعة او قطعة على 2 على حسب حجم الطماطم يعني وكده. وضفت هنا شوية كده من المية زي ما قلت لكم، وهسيبهم كده ربع ساعة. ده شكلهم بعد ربع ساعة. جبت كده الهاند بتاعي وبدأت كده اضربهم. جربوا الطريقة دي، مش هتحتاجوا تصفوا طماطم تاني نهائي نهائي نهائي. وكمان بحس لما بضرب الطماطم بالهاند بلندر ما بتنزلش ميه كتير، وبحس القوام بتاعها بيكون سميك، ما بتكونش خفيفه زي ما بضربها في الخلاط. بحس الخلاط بيضربها يعني قوي قوي لدرجه ان هي بتبقى خفيفه يعني وكده. فبصراحه انا بحب الهاند بلندر جدا. بس وضربت كده الكمية بتاعتي كلها. دول حوالي زي ما قلت لكم 3 كيلو، كمان يطلعوا 3 وشوية، لأن الحلة دي بتاعتي كبيرة يعني غويطة لتحت. هبتدي كده أسلق اللحمة بتاعتي. أنا بحب أدي صدمة كده للحمة قبل ما أحطها، يعني قبل ما أسلقها وكده. حطيت كده بصل وورق لورا، ولو عندك حبهان حطي، ولو عندك فلفل اسود حطي. بس انا ما كانش عندي حبهان ولا فلفل اسود، استخدمت البصل والورق اللورا بس. وشوحتهم كده تشويحة بسيطة جدا مع ملعقة سمنة صغيرة جدا. بعد كده هنزل عليهم برشة كده من الفلفل الاسود، رشة كمان خفيفة جدا علشان بس الطعم من اللحمة، ومن غير ما تغمق لي الشوربة بتاعتي، عشان انا مش عايزة الشوربة بتاعتي تبقى غامقة وكده. واغطيها كده علشان اشيل منها الريم لو طلع يعني كده. وبعد كده يعني هي وشغالة جنبي انا قلت اشتغل كده في البصلة، علشان النهاردة هنعمل نوعين كده من التقلية. هنعمل تقلية يعني وكده بالفاصوليا، وكمان هنعمل طاجن كده كوسة بالبطاطس وكده. تعالوا نشوف برضه، يعني انا عامله البصله دي للاتنين، دي الكميتين يعني وكده. بدأت كده اعمل حبة كده من البصل. قطعتها على ايدي بصراحة مع ملعقة سمنة، علشان بصراحة بستسهل على ايدي، بقول احسن من الكبة وكده، علشان الكبة يعني بتاخد وقت، وعمال ما اغسلها واطلعها وكده حوار، اسرع ايدي.
بس وبحب اخلي يعني لونها يبقى ذهبي كده. ما هيش غامقة قوي. انا بشوف ناس بتغمق البصل بتاع التقلية جدا، يبقى خلاص كده هيتحرق زي الرز الصيادية كده بالظبط. لا يا جماعة، مش للدرجة. على فكرة انا بحس طعمه ممرر في الاكل. هو يعني يبقى لونه كده كويس، لا هو فاتح قوي ولا غامق قوي، يعني متوسط. خير الامور الوسط. بس وكده بقلبها يعني وكده. وبعد ما تتقلب يعني معايا هنزل كده بعصير الطماطم اللي احنا جهزناه مع بعض من شوية، اللي ضربناه يعني بالهاند بلندر من شوية. هي جبت الحلة وهفضي كمية الطماطم اللي انا عاوزاه. بس يعني الطماطم اللي اليومين دول اللي في السوق وكده لونها مصفر شوية، او تحسها زي الاورنج كده، مش عارفة ازاي. طبعا لو انت عندك بابريكا حطي علشان تخلي لون الطماطم يكون افضل شوية، او لو عندك بنجر كنت حطيتي واحدة. انت يعني مثلا لو انا عندي كنت هحط مع انا يعني بسلق الطماطم، او انا وبطيب الطماطم لوحدها قبل ما اضربها بالهاند بلندر كنت هقطع واحده وهضربها. بصوا يعني انا حطيت على قد ما قدرت، حطيت سن بابريكا شويه علشان تغمق لي اللون، لانه بصراحه كانت فاتحه جدا. بس ودي الكميه اللي انا هستخدمها، يعني هستخدم حوالي كيلو ونص في الفاصوليا وكيلو ونص تقريبا في الطاجن. بس وكده هسيب دي تعيش حياتها وتتسبك. بعد كده هنروح هنشوف هنعمل ايه تاني. عندي كده ده بصل. احنا هنعمل دلوقتي لطاجن الفاصوليا، سوري، لطاجن البسلة بالبطاطس. وقطعت كده كمية من البصل، بس كمية حلوة كده. هضيف كده التوابل بتاعتي، رشة كده من القرفة والفلفل الاسود والكزبرة والثوم البودر، ولو عندك بصل بودر حطي. وحطيت فلفل اخضر. شوحت كل الكلام ده ومع حتة كده من الدهن وشوية كمان. وحطيت كمان الكوسة والبطاطس يتقلبوا من البصل لحد ما يتطعموا معاه. بس مع الأسف الكاميرا طلعت مش بتصور وضاع كل ده. وهنا كنت خلصت الأكل بتاعي. عملت كده بامية بالكزبرة الخضرة، شايفين لونها عامل ازاي. وده جزء برضو علشان في ناس ما بتحبش بالكزبرة. ودي طاجن الكوسة، عايزة اقول لكم بجد تحفة.